السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعود عليكم بخير. انتوا وحشيني من فيديو لفيديو، بتوحشوني. انا هعمل معاكم بقى النهاردة ايه التونة. آه جايبة واحدة تونة دي 3 كيلو. سمكة التونة. وبصراحة كان بقالها بتاع، يعني دخلتها في شهر كده، بس لما حبيت انضف التلاجة قلت ايه اما اطلعها ايه اعملها. بقول لكم اللهم صل على النبي. مية مية. انا دلوقتي هنضفها معاكم اهو. هي طبعا عظمها ناشف جدا جدا جدا. طلعت عينيا في تقطيعها وتنظيفها. طبعا هنا النور كان قطع. انا حطيت كرفس، حطيت ليمونه لومي، وحطيت جزر، وحطيت توابل وكمون وليمون مقطع شرايح، وليمون برضو مقطع شرايح. وسلقتها. بصوا طالعه ايه، بتتفصص في صوص. بصوا بقى هي عامله ازاي، مفصصه ازاي. انا كده ايه، هحط الزيت في قلبيها. وطبعا انا ايه هنضفها. انا حطيت زيت وخل وملح وفلفل اسود وكمون، كل دوت في البطرمان. انا مش هحط ميتها. المره اللي فاتت كنت حاطه الميه بتاعتها. انا مش هحط لها ميه خالص. انا خليها بالزيوت بس، الزيت بس. طبعا هنا ايه، وقطعت فلفل احمر قطع كده، حتت كبيره. وحطيت، كنت عامله اللي هو الهريسه، حطيت برضو من اللي هو الهريسه. بوريكم بقى ان انا ايه افصصها واحطها ايه بقى، اشيل بقى كل الجلد دوت من عليها. وهي الحمرة دي عادي تتحط في قلبيها، هي في قلب السمكة. بس انا بصراحة مش بحبها. انا بحب اشيل كل حاجة ايه منها كده. بنضف الكمية كلها. هم دول طلعوا 3 بطرمانات، بطرمانين صغيرين. ده بقى البوكيه جرنيه اللي انا كنت ايه سالقه في قلبيه. بس النور طبعا كان قاطع فمعرفتش ايه اللي انا اوريكم. يعني انا سلقتها. يعني وخشوا على الفيديوهات القديمة. الفيديو القديم اللي انا كنت عاملاه قبل كده، انا بسلقها. يعني بخلي سواها سليق كويس. فانا ايه بعد ما اتسلقت آه، اقطعها بقى القطع اللي انا عايزاها. انا كده قطعتها قطع كبيرة، بس هرجع افكها تاني لان القطع كبيرة قوي قوي. وبصوا ما شاء الله متماسكة وحلوة. وانتوا بتوحشوني من فيديو لفيديو، بتوحشوني. وان شاء الله ان اليومين دول كده اعمل معاكم التفريزات. انا بصراحة عملت القرنبيط اوريهولكوا، بس اما عملت القرنبيط، لا القرنبيط لسه هعمله. عملت القاس، قطعته وغسلته غسيل عادي خالص، ولا مية سخنة ولا اي حاجة. لازم يتغسل يا جماعة. في ناس بتقولك القلقاس ما يتغسلش، لازم القلقاس يتغسل. وبعد ما يتغسل يتصفى. انا فضيته بقى تاني يوم، بفضيه تاني اهو. وهعمل تاني برضو، هعمل خل تاني وفلفل اسود وكمون وليمون. طعمها طالع يا جماعه، بصوا تحفه. بتتكلم عن نفسها بجد والله العظيم. دي لو عملتش مكرونه كمان مسلوقه وحطيتي القطعه دي في قلبيها، يا الله تبقى تحفه. هي جميله. انا اهو عملت تاني حوض وايه، بس انا هفضي وهرجع افضي تاني ايه في البطرمان. بس انا حبيت عشان اقطعها ايه شويه، قطعيتها كبيره. فانا قلت ايه اقطعها شويه. هرجعها طبعا في البطرمان تاني اهو. آه، المقطع ده تقريبا معمول مرتين، الله اعلم. انا قطعتها بقى احداث صغننه كده، على قد ايه، يعني على قد الواحد لو كسرتيها تاني بالشوكه هتبقى معقوله يعني. بس هي كانت كبيره اوي ضخمه، فمش عايزاها تاخد مكان كبير في البطرمان. انا برص الفلفل في قلبيها من تحت. الفلفل ده حامي جدا يا جماعه، حامي نار بجد، نار نار. انا بفضي بقى ايه كده في البطرمان. وكل اللي موجود ده مش ميه خالص. مش حطيت الاول كنت حطيت ميتها، ما عجبتنيش صراحه، بس كانت حلوه. فانا النوبادي مش هحط ميتها. يعني انا النوبادي مش هحط ميه خالص منها خالص. مجرد ان نضفتها وقشرتها بس. وكل الخليط دوت خل وليمون وفلفل اسود وكمون وشطه. اه دي ايه تتحافظ عليها بالايه بالزيت.
بالزيت والخل. طبعا هحط فوق الوش برضو معلقة هريسة. انا هعمل دقة تاني ايه، دقة حوج تاني من ده اهو. وانا عبيت كده بطرمان اللي هو بتاع ورق العنب، ودوت بتاع القهوة مليته برضو اهو. دول بقى تنفع في السحور بصراحة، يعني في السحور دي بتنفع في السحور. فحاجة كده من ايه، من حاجة رمضان بسيطة عملتها لكم. واشوفكم على خير في فيديو قادم، ولايك وشير وسبسكرايب. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ويعود عليكم بخير يا رب. يا رب يعود على الناس كلها بخير. سلام.